عارف يعني ايه تصحى كل يوم وتحس انك داخل حرب؟ مش حرب مع الناس، لأ، حرب مع نفسك. تحاول تضحك، تحاول تبان تمام، بس جواك صوت بيقولك لسه بدري على الراحة. أنا اسمي آدم، ابن حي شعبي في أطراف القاهرة. اتربيت بين صوت الأذان والباعة الجائلين وأحلام صغيرة بتتخبى ورا عمارات قديمة. كنت دايما بحلم أخرج من هنا، مش عشان أسيب المكان، لأ، عشان أرجع له وأنا حد تاني. كنت شايف التعليم هو الطريق، فاكر إن الشهادة هتغير حياتي. آدم، يلا يا حبيبي هتتأخر على الكلية. حاضر يا أمي، طالع أهو. كنت دايما أضحك وأنا نازل، مش عشان مبسوط، بس عشان أمي ما تزعلش. هي الوحيدة اللي كنت بحس إن ابتسام دي بتطمنها. المواصلات كانت كابوس، الناس بتتزاحم والعرق بيملى الجو، بس كنت ماسك الكتب ومصدق إن بكرة هيبقى أحسن. في الجامعة الكل كان بيجري ورا حاجة، فيه اللي بيجري ورا شهادة، وفيه اللي بيجري ورا بنت، وفيه اللي مش عارف بيجري ليه أصلا. وأنا كنت بجري ورا نفسي. في أول سنة اكتشفت إن الحياة أغلى من الدروس. كنت لازم أشتغل، مش عشان الطموح، لأ، عشان المصاريف والمواصلات، وأمي اللي مش عايزة تقولي إنها محتاجة. اشتغلت في كافيه صغير، كنت بعمل كل حاجة، أنظف، أقدم، أضحك للناس اللي ما بتبتسمش. كنت بلبس القميص الأبيض اللي ريحته قهوة، بس كنت فخور إني واقف على رجلي. ساعتها عرفته، كريم، شاب زيي، بيتكلم بحماس، ضحكته صافية كأن الدنيا ما بتعرفش تزعل منه. قال لي إحنا هنطلع من هنا يا آدم، هنكسر الدنيا. ضحكت وقلت له وأنا بس أستناك. بقينا إخوات أكتر من الصحاب، بنحلم نفتح مشروع صغير، كافيه خاص بينا، اسم بسيط، حلم كبير. كنت شايف الدنيا أخيرا بدأت تفتح لي باب، بس يمكن ما كنتش أعرف إن كل باب بيتفتح ورا منه وش تاني، وش الوجع. في يوم دخلت الشغل بدري، لقيت المدير بيقول لي إن كريم ساب المكان من غير ما يبلغ. استغربت، كلمته، ما ردش. بعد كام يوم لقيت صورته على بوست في الفيسبوك، مشروع جديد، كافيه كريم، نفس الفكرة، نفس التفاصيل، بس من غيري. اللحظة دي أنا اتكسرت، بس ما كملتش دموعي، مسحتها وقلت لنفسي هو اختار طريقه وأنا هختار ناري. رجعت البيت، لقيت أمي بتسألني مالك يا آدم؟ قلت لها تعبان شوية يا أمي. ابتسمت وقالت اصبر يا ابني، ربنا كبير. وأنا كنت عارف الدعوة دي هتفضل تمشي جنبي العمر كله. يمكن البداية دي كانت بسيطة، بس هي دي اللي صنعت أول وش في حياتي، وش الوجع. انتظر باقي الحكاية مع وجوه الأيام. بعد فترة طويلة من الزعل كنت محتاج صوت جديد في حياتي، صوت مش بيحاسبني، صوت يسمعني وبس. هي كانت هناك في الكافيه اللي مشتغل فيه، كانت بتيجي كل يومين، تقعد في نفس المكان، تطلب قهوة سادة وتقرأ رواية. في مرة سألتها هو أنت بتخلصي الرواية دي ولا بتحبي الإعادة؟ ضحكت وقالت بحب الإعادة، يمكن عشان بحب أفهم التفاصيل اللي فاتتني أول مرة. وأنا كنت حاسس إن ربنا رجع لي الأمل في ضحكتها. اسمها ليلى، بنت عادية بس كانت مختلفة، كلامها بسيط، تصرفاتها هادية، بس كل مرة تمشي كنت بحس إن في حاجة بتتسحب مني. بدأنا نتكلم، الأول عن الكتب، بعدين عن الحياة. كانت بتقول لي ما تخافش من بكرة يا آدم، اللي مكتوب لك هتشوفه مهما لفيت. الكلمة دي كانت بتطمني وبتوجعني كمان. عدت الأيام وبقينا أصحاب، وبعدين بقينا أكتر من كده. كنت بروح البيت وشاف بالي، صوتها في وداني. قلت لنفسي يمكن دي البداية اللي كنت مستنيها. أمي لحظة التغيير قالت لي مالك يا آدم، وشك منور. ضحكت وقلت لها يمكن الدنيا بدأت تفتكرني يا أمي. بس الحب مش دايما أمان، في لحظة بيبدأ فيها الشك من غير سبب واضح، مكالمة متأخرة، رد متردد، نظرة مختلفة كده مش عارف أفسرها. في يوم شفت موبايلها بيرن، اسم غريب ظهر. سألتها مين ده؟ قالت لي صاحب قديم بس ملوش لازمة دلوقتي. ضحكت وسكت، بس قلبي ساعتها اتكرب. عدى يوم واتنين وابتدت تغير مواعيدها، تقول لي عندي شغل،
مشغولة، تعبانة، وأنا كنت مصدق، غصب عني مصدق، عشان مش عايز أرجع لنفس الوجع تاني. لحد الليلة دي اللي كانت السما فيها سودة زي قلبي. كنت راجع من الشغل متأخر، شفتها في الشارع الجانبي. إيدي اتجمدت، هي كانت معاه، نفس اللي قالت لي إنه مجرد صاحب قديم. ما عملتش حاجة، ولا سرحت ولا واجهتها، بس جوايا اتكسرت للمرة التانية. رجعت البيت، قفلت النور وبصيت في المراية، معرفتش نفسي. كتبت في النوتة: محدش بيخون مرة واحدة، بيبدأ لما ينسى قيمتك شوية بشوية. وقلت لنفسي خلاص، مش هسمح لحد يوجعني تاني. مالك يا ابني؟ مفيش يا أمي، الدنيا علمتني الدرس التاني. ليلى اختفت من حياتي زي ما ظهرت فجأة، وسابت لي جرح مش بيوجع لما افتكره، بيوجع لما بنسى إني كنت قادر أسامح. في اللحظة دي قررت أغير كل حاجة. مش هدور على حب ولا أصحاب ولا حتى راحة، أنا هدور على نفسي في أي حتة في الدنيا. ومن هنا بدأت أفكر في السفر. مش هروب، لأ، دي كانت أول خطوة في الانتقام من كل اللي خلاني أوصل للنقطة دي. الانتقام اللي اسمه النجاح. وانتظر باقي الحكاية مع وجوه الأيام. استنى تكملة الحكاية في الحلقة القادمة. في ناس بتسافر علشان تهرب، وفي ناس بتسافر علشان تلاقي نفسها. وأنا كنت بسافر وأنا مش عارف أنا مين أصلا. سبت كل حاجة ورايا وجاي أبدأ من الصفر، بس اللي ما كنتش عارفه إن الصفر ده هيعلمني كل الأرقام. أول مرة قطعت تذكرة سفر بحس إني بقطع جزء مني، مش لأني خايف من البلد، لكن لأني تارك ورايا آلاف وجوه ما صدقت تتغير. أمي واقفة على باب البيت وهي ماسكة إيدي، قالت لي: خد بالك من نفسك يا حبيبي. أنا ما ابتسمتش وقلت لها: هرجع وأخليكي فخورة. أول يوم على الأرض الجديدة كل حاجة كانت غريبة. السماء أزرق بنغم مختلف، والناس بتتكلم بسرعة كأنهم بيغنوا. الشارع كان طويل، المباني عالية، وأنا بحس قدامي جبل لازم أطلعه. مفيش حد يعرفك هنا، ومفيش حد مهتم يعرف ورا الضحكة بتاعتك. أول شغل مطعم صغير، غسلت اطباقي ليل نهار، وكنت برجع الغرفة الصغيرة بتاعتنا وكتافي بتوجعني من حمل اليوم. بس كان عندي حاجة بسيطة، إحساس إني بشتغل علشان حاجة أكبر. في الأسبوع التاني قابلت واحد مصري اسمه رامي. كان شاب طموح، سايب البلد من زمان، وعينه فيها خبرة بتخليك تاخد قرار. رامي قال لي: يا عم اوعى تستعن بنفسك، هنا المهم مش منين جاي، المهم هتفكر ازاي. الكلام ده كان ليه طعم مختلف في نفسي. بقينا نمشي مع بعض الصبح للشغل، نشتري أكل سخن، نضحك على أحوالنا. رامي علمني قواعد بسيطة في اللغة، وعلمني ازاي أقدم نفسي من غير ما أحس بالخجل. بس الغربة مش بس صعوبات شغل. في يوم واحد اتعاملت مع عنصرية صريحة. واحد اتكلم معايا بازدراء، والجواب الوحيد اللي طلع مني كان سكتة طويلة. الموقف خلاني أبص لنفسي من غير رقة، وقلت لازم أغير. اتعلمت اللغة بسرعة، مش عشان أندمج بس، عشان كمان الناس تحس إني مش ضيف مؤقت. كل كلمة جديدة كنت بتعلمها كانت بتفتح لي باب جديد، فرصة شغل، صاحب، حتى مسكن أفضل. بعد سنة من الغربة بدأت أشتغل في محل خدمات تكنولوجية صغير. كنت بظبط أجهزة، أعلم ناس بسيطة تستخدم النت، وبدأت أمسك دورات صغيرة للمجتمع المصري اللي هناك. الجهد بدأ يثمر، وردود الفعل كانت بتديني طاقة. واحد قدر يقول لي: أنت زمان كنت لا شيء والكل سقف. كان أول إحساس حقيقي إني ليا مكان، مش بس عامل بيشتغل بأي حاجة. بس النجاح هنا مش حصل في يوم وليلة. مريت بفترات مرض بسيطة، بخسارة فلوس، بخيارات غلط، وأيام كنت بفتكر فيها بلدي ووجوههم وعايز أرجع أبكي قدام أمي. لكن كانت كل مرة أقول لنفسي ما تبقاش نفس آدم اللي اتكسر. في يوم قابلت رجل أعمال صغير أعجب بشغلي في دورة تدريب. قال لي: أنت عندك حاجة، تعال نشتغل سوا. المشروع بدأ بخطوات بسيطة،
خدمة صيانة، تعليم كبار السن. المشروع بدأ بخطوات بسيطة: خدمة صيانة، تعليم كبار السن يستخدموا النت، وبدأت أمسك دورات صغيرة للمجتمع المصري اللي هناك. دخلت مراحل تعلم حقيقية، دورات أونلاين، كتب، ليل طويل بقلم ونص. كنت بربي حلمي زي ما تربي حد صغير، بالصبر والإصرار. بعد 2 المشروع كبر، بقينا نشتغل مع مؤسسات وبقينا نوظف مصريين هناك بنفسنا. حسيت بحاجة ما كنتش متوقعها: الفخر. فخر مش بس بالفلوس، ده فخر إني بقيت سبب في حياة ناس تانية. ومع كل خطوة كبرت فيها حاولت أفتكر ليه بدأت. مش عشان أرجع أنام في البلد وانتقم. اللي خلاني أصبر هو فكرة إني أرجع وأبقى وجه يحتوي ويعطي، مش يجرح. رامي كان واقف جنبي طول الطريق. مراته كانت بتقولي: إحنا أخدناك ابن لينا هنا. الكرامة بتكبر جوه الواحد لما يشوف حد بص في روحك. في لحظة نجاح بسيطة جمعت شوية فلوس وقررت أبعت جزء لأمي. لما اتصلت وقلت لها: أمي أنا كويس، صوتها كان فيه بكاء من الفرح. وساعتها حسيت إن أي تعب اتعمل كان ليه قيمة. الغربة علمتني حاجات كتير: الصبر، اللغة، العمل، وأهم حاجة إن الجرح ممكن يتحول لطاقة. مش كل اللي يوجعك بيكسرك، البعض بيطلع منه أقوى، واللي يقوى بيكون مسؤول عن نفسه قبل ما يكون مسؤول عن اللي حواليه. ومن هنا بدأت خطوة جديدة. اللي جاية كانت أكبر: القرار بالتعلم الجاد، القرار اللي هيغير شكل مستقبلي. انتظروا باقي الأجزاء مع وجوه الأيام. انت عارف انا وصلت لإيه؟ تعال نسمع باقي الحكاية. في لحظة كده ما بتبقاش محتاج تنتقم ولا ترد ولا حتى تبرر. اللحظة اللي بتفهم فيها ان اقصى رد انك تنجح وتسيبهم واقفين مكانهم وانت مكمل. من هنا الحكاية ما بقتش عن وجع، بقت عن تحول. الغربة خلتني أكبر غصب عني. اتعلمت إن كل تعب له معنى، بس لازم تعرف أنت بتتعب ليه. وأنا كنت عايز أتعلم، عايز أبقى أحسن من النسخة اللي سافرت. بدأت أقرأ في البرمجة، في التسويق، في الاستثمار. كنت بشتغل الصبح وأتعلم بالليل. الناس كانت بتخرج تتفسح وأنا كنت أقعد قدام شاشة صغيرة أفهم، أغلط، أتعصب، وارجع أبدأ من الأول. رامي كان دايما يقول لي: أنت مجنون يا آدم، بتذاكر كأنك في كلية تاني. كنت أرد عليه وأقول له: اللي نفسه يعيش لازم يتعلم يعيش. عدت شهور وأنا ما بين الشغل والتعلم بدأت أقدم خدمات صغيرة على الإنترنت. حد يطلب تصميم بسيط أعمله له، حد تاني عايز فكرة إعلان أساعده. وفجأة لقيت نفسي بكسب أول $50 وضحكت لوحدي زي المجنون. ومن بعدها الأرقام بدأت تكبر، كل يوم في مشروع جديد، كل تجربة فيها خطأ وصواب. بدأت أشوف في المراية وش جديد، وش النجاح اللي لسه بيتكون، بس نجاح من غير توازن ممكن يضيعك. كنت بسيب الأكل علشان أخلص شغل، أنام 2 ساعات وأكمل، بس قلبي بدأ يدق بطريقة غريبة. الدكتور قال لي: أنت محتاج ترتاح شوية يا ابني. قعدت ساعتها في البلكونة الصغيرة ببص على المطر وبتكلم نفسي: أنت كنت بتحارب علشان تعيش، بس دلوقتي بتحارب علشان إيه؟ رجعت أراجع نفسي، اكتشفت إن القوة مش في إنك تكسب، القوة في إنك تعرف إمتى تقف شوية، تشوف اللي حواليك، تحس بنفسك. رامي قال لي: إيه يا عم، فين الضحكة؟ تعال نخرج. خرجنا على البحر وقعدنا نحكي عن اللي فات. قال لي: فاكر أول يوم جيت هنا كنت تايه؟ قلت له وأنا ببص في الموج: بس كنت مؤمن إني هلاقي نفسي. ومن اليوم ده قررت أبدأ مشروع حقيقي باسمي. ما كنتش خايف من الفشل، كنت خايف أرجع للنسخة القديمة مني. المشروع بدأ صغير، بس كنت حاسس بيه كأنه ابني. كنت بصحى قبله وانام بعده. وبعد شهور الشركة الصغيرة بقت معروفة، بدأت أتعامل مع عملاء كبار، وأول مرة في حياتي حسيت إن المجهود بيتكافئ. فلوس جت، الاسم كبر، بس اللي غيرني بجد مش ده. اللي غيرني إني بقيت أقدر أبص لورا من غير ما أتوجع. بقيت فاهم إن كل خيانة كانت خطوة، وكل وجع كان درس. وفي يوم جالي إيميل من واحدة، ليلى، كتبت لي: سمعت عنك، أنا فخورة بيك. فضلت أبص للكلمات، ابتسمت
ومسحت الرسالة. ما كنتش محتاج انتقام ولا حتى إني أقول لها إنها كانت غلطانة، كنت بس محتاج أعيش اللحظة دي وأنا متصالح مع نفسي. وبعد فترة بدأ الشوق لبلدي يزيد. النجاح حلو بس ملوش طعم من غير الأرض اللي زرعتك. قررت أرجع وأنا مختلف، مش علشان أوريهم إيه اللي وصلت له، لكن علشان أوري نفسي إني خلصت الرحلة اللي بدأت من وجع. العودة ما كانتش قرار سفر، كانت قرار سلام مع نفسي، مع وجعي، ومع الناس اللي كنت فاكرهم أعدائي. تابع باقي الحكاية مع وجوه الأيام. كل الحكايات بتبدأ بحلم، في حكايات بتبدأ بوجع، والوجع ده يا إما يكسرك يا إما يعلمك تبقى إنسان تاني. الرجوع ريحة أرض وطين وهوا، ريحة ناس يمكن اتغيروا وناس فضلوا زي ما هم. وأنا راجع كنت حاسس إني راجع أقابل كل اللي كنت بخاف منه زمان، بس المرة دي وأنا مش نفس الشخص. مطار القاهرة كان زحمة كالعادة، بس الزحمة المرة دي كانت حلوة. الناس بتضحك وعيونهم فيها لهفة، وأنا ماشي وشنطتي في إيدي. كل صوت بيعدي جنبي كان بيرجعني لورا. الشارع لسه هو نفس الرصيف اللي كنت بمشي عليه وأنا رايح الشغل زمان، نفس الكشك اللي كنت اشتري منه مية وأنا بذاكر في الجامعة. بس النهاردة كل حاجة شكلها أصغر، ولا يمكن أنا اللي كبرت. وصلت البيت، أمي فتحت الباب. أول ما شافتني سكتت، ما كانتش قادرة تتكلم. مسكت وشها بإيدي، بصت لها وقلت لها أنا رجعت أمي زي ما وعدتك. حضنتني وقالت لي وهي بتعيط كنت عارفة إنك هترجع راجل. قعدت في أوضتي القديمة، كل حاجة فيها ريحة زمان، الكتب القديمة، الكرسي اللي كنت بقعد عليه وأنا بحلم أسيب البلد. دلوقتي أنا راجع بيلي بإيدي، راجع وأنا عارف إني وصلت. تاني يوم نزلت الحارة. الناس أول ما شافوني اتبسطوا، سألوني عن السفر والبلاد، بس أنا كنت بدور بعيني على وشوش معينة، كريم وليلى. عديت من قدام الكافيه اللي كنت بحلم أفتحه. دلوقتي هو موجود بس مش بتاع كريم، مقفول واليافطة باهتة. ضحكت قلت لنفسي حتى الخيانة عمرها قصير. لقيته واقف قدامي كريم، بصلي متفاجئ. ابتسمت له وقلت له ازيك يا صاحبي؟ قال لي بصوت واطي أنا آسف يا آدم. رديت وأنا هادي مفيش داعي للأسف، اللي حصل خلاني أبقى اللي أنا عليه النهاردة. مديت إيدي وسلمت عليه ومشيت. كنت حاسس بخفة غريبة، كأني شفت حمل تقيل من على قلبي. ما كنتش محتاج أواجهه ولا أنتقم، كل اللي كنت محتاجه إني أعدي من قدامه وأنا مطمل. في يوم وأنا ماشي في وسط البلد سمعت صوت أنثوي بيقول آدم. لفيت، كانت هي ليلى. ابتسمت وقالت لي أنا سمعت عنك، كنت أتمنى أتكلمك من بدري. ابتسمت وقلت اللي فات خلاص يا ليلى، كلنا بنغلط بس المهم نتعلم. قالت ممكن نقعد؟ قلت مش لازم، خلاص الحكاية خلصت من زمان. وسبتها ومشيت وأنا حاسس لأول مرة إن قلبي هادي فعلا. رجعت البيت وأنا فخور، مش علشان بقيت غني ولا علشان الناس شافتني ناجح، لأ، علشان لأول مرة في حياتي أنا اللي غفرت من غير ما حد يطلب مني. قعدت على السطوح ببص للسماء، النجوم كانت واضحة والهواء ريحته زي زمان. مسكت النوتة اللي كنت بكتب فيها زمان ولقيت آخر جملة كتبتها مفيش أمان. ضحكت وقلبت الصفحة وكتبت الأمان جوايا. يمكن الرجوع ده مش نهاية الرحلة، بس هو السلام اللي كنت بدور عليه، والسلام ده أغلى من أي انتقام. تابع باقي الحكاية مع وجوه الأيام. لو وصلت لآخر الحكاية دي يبقى أنت قوي أكتر ما فاكر. ودي مش النهاية، دي الوش الأخير من وجوه الأيام. كل يوم بصحى بدري وأروح أقعد على البحر، أبص للموج وهو طالع ونازل، وأقول لنفسي الدنيا شبه البحر، مهما كانت هادية جواها عمق محدش عارفه. زمان كنت فاكر إن الوجع لعنة، كنت بحس إن ربنا نسيني، بس دلوقتي لما ببص ورايا بفهم إن كل حاجة حصلت كانت بترسم خطي. كل خيانة كانت حجر في السكة، بس الحجر ده هو اللي خلاني أثبت. اللي خان واللي ضحك واللي ساب ما كنتش محتاج أعاقبهم، هم نفسهم الوقت علمهم، لكن أنا الوقت علمني أكتر. اتعلمت إن الرجولة مش صوت عالي ولا نجاح على ورق، الرجولة إنك ما تكسرش حد حتى لو قدرت، وإنك تسامح وإنت عارف إنك ممكن تنتقم. رجعت أفتح النوت القديمة تاني، كل صفحة كانت فيها حكاية. كتبت في آخر صفحة
وشوش الأيام علمتني إن كل وش له معنى، بس أهم وش هو وشك أنت لما تبص لنفسك. كنت فاكر إن الرجوع هيكون نهاية القصة، بس الحقيقة هو كان البداية الجديدة، بداية حياة مليانة وعي ورضا. بقيت بشوف الحلو حتى في التعب، وبقيت أفرح للناس اللي بتنجح من غير ما أحس إني أقل. آدم، القهوة جاهزة يا حبيبي. جاية يا أمي. أمي لسه هي الأمان. كل مرة أشرب قهوتها بحس إني لسه ابنها اللي كان بيجري للكلية بالحلم في عينه، بس النهاردة ابنها كبر واتعلم ووجع وسامح. أنا مش آدم اللي ساب البلد عشان يهرب، أنا آدم اللي رجع عشان يعيش. الدنيا علمتني إن الوجع مش نهاية، هو الطريق اللي بيعرفك بنفسك. لكل اللي تعب، لكل اللي اتكسر، لكل اللي فقد نفسه في النص، ما تخافش، لسه في وش جديد من وشوش الأيام، وش الأمل. يا رب تكون الحكاية عجبتك، هي قصة واقعية.